غابي مارو نينجا قرية إيواغاكوري شخصية باردة، ما عندوش مشاعر، ما بيحسش، تقدر تقول كده ما عندوش دم، مل من القتل والخيانة، ما عادتش فارقة معاه، قرر يموت ومع ذلك ما نجحتش أي طريقة من طرق الإعدام، على الرغم من إنه مش فارقة معاه بس في حاجة مخلياه مقاوم كل ده. يا ترى هي إيه؟ وهل الزعيم هيقدر يموته وينتهي الأنمي على كده؟ أشك. شخص بالقدرات دي لازم يطول معانا حبتين. تنويه بس، حابب أقول إن كل الأحداث دي أغلبها لا علاقة لها بالواقع ولا لها في الدين، وبعيدة كل البعد عن شريعتنا الإسلامية، لذلك محدش ياخد الموضوع على محمل الجد. ويلا بسرعة روح هات مشروبك المفضل وتعالى اشترك بالقناة واعمل لايك وفعل الجرس وخلينا نبدأ. ايه ده، نسيت اقول سلام سلام على اجدع ناس. بيبدأ الانمي ببنت بتستجوب مارو وبتقول له شخص زيك اتولد كشينوبي ومن قرية إيواغاكوري اتضرب تحت ظروف قاسية جدا، صعب حد يكسر عظمه. فبيقول لها صح، اصل كل اللي هنا رجاله اي كلام، عشان كده انا ما اضطريتش استخدم النينجوستو اللي عندي. فبتقول له انت بتعرف تستخدم النينجوستو؟ طب ورينا كده شويه من مهاراتك. قال لها لا ما ينفعش. تاني يوم جهزوه عشان يتخلصوا منه عن طريق انهم يحرقوه وبيولعوا النار، بس ولا كانه في ساونا، النار ولا مأثره فيه بربع جنيه. والزعيم بيكون مندهش من اللي شايفه ودمه بيغلي حرفيا. بيقول لها والله يا جماعه انا مش بقاوم، بالعكس يا ريت اموت وتخلصوا مني. الهدوم كانت دابت من النار وهو عريان. بيقول لها انت هتنيكي بحلقه كتير كده، هاتي حاجه اغطي بيها العوره. قالت له شغلي اني استجوبك، جسمك بقى فما يهمنيش. وبيحكي لها عن نفسه وان ابوه وامه قتلهم الشنوب الكبير شيخ القريه وهو كان طفل وما كنتش اعرف السبب ومش حاسس باي مشاعر تجاههم، واحلامي فانا ما عنديش احلام. الشينوبي ما بيمتلكش اهداف عظيمه، وظيفتنا القتل وبس. وبتقول له ايه خلاهم يقبضوا عليك؟ فقال لها ده لاني حاولت اهرب من القريه فاتقبض عليا بسبب خيانه جماعتي ليا، وشيخ القريه هو اللي سلطهم عليا. ايوه اصل شيخ القريه دي ايده طايله لانه ما بيسمحش لايوتا حد يخرج من القريه، راجل مفتري وضغالي. ايوه ماشي، كل ده كلام جميل، ايه بقى اللي خلاك تمشي من القريه من الاساس؟ قبل ما يقول لها السبب خدوه تاني موتوه بطريقه اشيك. بيربطوه عن طريق الثيران، واحد في رجل والتاني في الرجل التانية، وبيشدوه عشان يفتحوا له الحوض. الانسان الطبيعي ممكن يتحمل ضغط زي ده لحد 500 كيلو، انما الثيران دي بيبدا ضغطها ب 950 كيلو. انت متخيل؟ على كده دول مش هيفتحوا له الحوض وبس، دول هيفتحوا له الحوض فتحا شنيعا بطلوع الروح. وقتها البنت بتلاحظ انه حاول يقاوم وانه فعلا مش عاوز يموت، وبتقول له ده لان اي حد بيمتلك اراده الحياه. وبتقول له ليه حاولت تهرب من القريه؟ ممكن تجاوبني على السؤال ده؟ فقال لها مش لسبب مهم، كنت الافضل في إيواغاكوري، كسبت الشيخ وجوزني بنته وكانت غبيه، كانت بنت هاديه وساذجه، قلبت حياتي رأسا على عقب. وبيبان تعامل زوجته معاه كويس خالص عكس ما هو وصفها. وبيقول انه زهق منها وحاول يهرب بس مفيش مفر، وكان معمول له فخ، عرف انه لو راح لاي مكان هيجيبوه برضه. وقتها استسلم. كل حاجه انتهت بسبب انه ما سمعش كلام الشيخ، بعد ما قرر يعيش هو وزوجته حياه مستقره زي الناس الطبيعيين. ولما عرف الشيخ على الموضوع ده رفض تماما وحاول الهروب، وحصل اللي حصل. في الليل واحد بيسالها عن اسمه، فبتقول له ان اسمه غابي مارو. بيقول لها لا ده غابي مارو الاجوف. فرق ايه يعني اللي انت ضفته؟ تعال اقول لك ليه سموه الاجوف، لانه بلا مشاعر ودموع. وحش قتل 20 شخص اول ما اتقبض عليه. وفي اشاعه بتقول ان الشينوبيين اللي من إيواغاكوري بيستهلكوا اكسير الحياه، علاج الخلود اللي بيجي من شينسينكو. بس غريب ايه اللي يخلي واحد اجوف بدون مشاعر يقتل 20 شخص؟ ومارو مع نفسه بيفكر هو ليه بيقاوم الموت؟ مفيش حاجه يعيش عشانها. تالت محاوله قتل اللي بياخدوه يرموا عليه زيت بترول وبيولعوا فيه، وبتوصل حرارته ل 370 درجه مئويه، ولكن برضه النار ولا محوقه، طلع منها كأن شيئا لم يكن. من شده الحراره النار بتمسك في الحراس اللي واقفين، والزعيم بينصدم هو ليه ما بيموتش، وبياخدوه عشان يعدموه وهو بيسال هم مودينه على فين. بيقول له الزعيم اتقل شويه خلاص هانت. بيصدمه ويقول له ان دي مش مفتشه عاديه، دي مختبره سيوف وجبناها مخصوص من ايده. وبنعرف ان اسمها يامادا اسايمون من عشيرة يامادا، أعظم عشيرة خدمت كمختبرة سيوف وجلادين. دي بقى اللي هتطير رقبتك من ضربة واحدة. بيستغرب مارو ويقول لها أنت أسايمون وطلعت بنت؟ أيوة بنت، مش أنت كان نفسك تموت؟ أنا دلوقتي أحقق لك رغبتك. ومن الخوف بيتخيل ان رقبته طارت فعلا. بيدمر الكلبشات ويامادا بتهجم عليه، بس هو بيتفادى هجمتها بكل براعه وفعلا بتقدر تجرحه. بتهجم عليه تاني وبتقول له طالما انت بتقاوم يبقى اكيد في حاجه انت عاوز تعيش عشانها. وبتستنتج من تاريخه انه بيحب مراته وان هي الحاجه الوحيده اللي باقيه في حياته. بيفتكر زوجته وهي بتعامله كويس على انه شخص طبيعي وبتتحرك مشاعره. وبيهجم على يامادا وبتعرف انه كان بيكذب على نفسه وكان بيقاوم الموت بسبب مشاعره ناحيتها. بيقول لها خلاص انت ما تعرفيش اي حاجه
حاجه عن اللي انا عشته. بنعرف ان عندهم في ايواغاكوري الرجاله عباره عن جنود والنساء اداه لانجاب الاطفال، ومماش عايشين زي الناس. بس زوجته غيرت عنده الشعور ده لما كانت بتتعامل معاه وهو كان بيتكسف، وبتقول له مفيش حد اتولد من غير قلب. كلنا بنحس رغم القسوه اللي فينا، وبيهجم على يامادا وبيحاول يقنع نفسه وبيقول انه اجوف وما عندوش مشاعر وعمره ما يعيش زي الناس. وبتقول له لا يا باشا، الكلام ده كان زمان، ده عفو رسمي هيشيل عنك كل جرائمك اللي عملتها وهيمنحك حمايه الشوغن، والشهاده دي لمكتب القاضي ولا شنوب القاره هيقدر يعمل لك حاجه، بس بشرط تروح للعالم السفلي. قصدك في الاخره يعني؟ انا مش عارف اللي جاب الاخره بالعالم السفلي. بتقول له لا، دي ارض ما فيهاش اي الم وكلها سعاده وفرح، ارض شينسينكو امن الناس بيها على مر العصور، ودي اسطوره عند اليابانيين، وبيقولوا ان هناك اكسير الحياه اللي بيمنح الناس الخلود. وفي شينسينكو بعتوا ناس لهناك ولكن رجعوا عبارة عن جثث ومنبتة بالورد، وكل ما يبعتوا حد يرجع بنفس الشكل الغريب ده. بيقول لها بس دي خرافة. بتقول له الكل اعتقد انها مجرد خرافة، بس اتأكدوا لما الناس رجعوا كلهم ورد، وهيبعتوا الناس اللي محكوم عليهم بالاعدام البعثة الجاية، واللي هيرجع باكسير الحياة هيعفو عنه. وبتقول له انا جيت هنا ادور على حد يترشح، حد عنده القدرة والمهارة والرغبة للحياة. وبتقول له كمان وانا في طريقي لهنا عرفت ان زوجتك لسه في ايواغاكوري، ومن ساعة ما اتقبض عليك وهي حابسة نفسها ومش راضية تتكلم مع حد، واكيد هي مؤمنة برجوعك بعد كل ده. هل انت عندك القدرة اللي انت تروح للجزيرة دي مع ناس محكوم عليهم بالموت عشان تعيش مع زوجتك في سلام يا غبي مارو الاجوف؟ وبيقول لهم الزعيم انتوا بتهروا في ايه؟ وبيأمروا الحراس يقتلوه، ولو اتدخلت هموتك معاه. فبيقول له ياما ده انت كنت عايزه تشوف النينجستو، اتفرجي بقى. وبيطلع لهب من جسمه وبيهجم عليهم وما بياخدوش في ايده غلو، وبيكون مموتهم كلهم، والزعيم مصدوم من اللي شافه وبينزل على ركبته من الخوف. وبيقول له ياما ده انا موافق اجيب اكسير الحياه، ها هنعمل ايه بقى؟ بتقول له هنروح على ايده. فبيقول لها ليه ما نروحش للجزيره على طول؟ بتقول له خلاص لو مش هتيجي نلغي الرحله. بيقول لها خلاص جاي، مش مهم عندي اواجه مجرمين، المهم ان ارجع عايش عشان زوجتي. دي كانت اول حلقه من المسلسل، متحمس اشوف باقي الحلقات معاكم، وان شاء الله هنزل لكم منه دايركت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم لان شكله كده وراه احداث كتير ومشوقه، ده بعيدا عن المعتقدات بتاعتهم، احنا بس بنتفرج للمتعه مش اكتر. وبس دي كانت كل حاجه في الحلقه الاولى، يمكن اكون حرقت شويه في الاحداث ولكن اللي جاي اقوى، انتظروا الفيديو الجاي من المسلسل ده. وما تنسوش تصلوا على النبي، واشوفكم على خير في فيديو قادم، وبيس. Plans that I had in the future. I remember I was thinking about babies, whether a boy or girl and what we would name it. It hurts we never made it. I just assumed that you lied when you told me you never leave me, cause you deceived me, you so misleading, my heart is bleeding. And when I told you I love you